هكلمكم دلوقتي على مجموعة المناشف اللي نازلة عندنا في جرين واي. المجموعة ديت اللي هي اسمها مجموعة الوافل، في منها 3 مقاسات. هنزل لكم ال3 مقاسات بتاعتهم دلوقتي. وفي منها المجموعة الكورال دي او المرجانية، برضو بينزل منها 3 مقاسات. تمام. المقاس الصغير ده مناسب للايد، لو انتي برا البيت او في شنطتك ما بتاخدش مكان. ده بالنسبه اللي هي الوافل، ما بتاخدش مساحه. يمكن دي ممكن هتاخد مساحه شويه، بس دي مناسبه قوي للناس اللي بشرتها حساسه او بتحب الاحساس بالنعومه ده، فدي هتبسطهم جدا. بتمتص كميه ميه كبيره. تاني مقاس اللي هو مناسب للبشره والوجه. تمام. وينفع لو انتي خارجة او رايحة الجيم او في رحلة او الكلام ده كله، عايزة حاجة مش كبيرة قوي ونفس الوقت تقضي الغرض، فدي هتبقى ممتازة جدا. في منها المقاسين، ادي المقاس اللي هو دوت في الوافل، وده المقاس نفس المقاس في اللي هي الكورال. تمام. تالت مقاس اللي هو البشكير الكبير، ده 1.5 متر في 80، محترمة. بصوا، ده ينفع ملاية، يعني اسمها ايه، ملاية، او ينفع غطا لو انتي ممكن تستخدميه كزي كوفرتا يعني، لانها فعلا كبيرة. تمام. ده بالنسبة للي هي الوافل. ده شكل النسيج بتاعها من قريب. ده سبب تسميتها بالوافل، انها عاملة المربعات اللي هي زي مربعات الوافل. نفس الحكاية برضو البشكير ده حلو قوي دوت. ملمسه ناعم قوي، ينفع بورنوس، هي يعني جميل قوي، ينفع اصلا يغطيكي كاملا لما مثلا وانتي خارجة من شاور، او لو انتي في المصيف او في الساونا او حمام السباحة او الكلام ده كله. بيمتص كمية مية كبيرة، وفي نفس الوقت ملمسه ناعم قوي ومناسب للبشرة الحساسة، وينفع في البرد يستخدم كبطانية او غطا يعني. حلو قوي. ده بالنسبة للمجموعتين اللي معانا. كان في بقى بينزل قبل كده عندنا فوط تانية، عايزين نعرف ايه الفرق بينهم. كان في نفس المجموعة اللي هي الكورال دي الفوطة اللي هي نازلة معانا المقاس دوت، ودي اللي كانت بتنزل، فاكرينها؟ كانت نازلة قبل كده معانا في جرين واي بس من زمان، مجموعة الاكوا ماجيك. الاتنين على بعض. الكورال اكبر، شايفين اكبر قد ايه؟ اكبر في الطول واكبر في العرض. تمام. الفوطه دي بقالها معايا 6 سنين، انا بستغناش عنها. يعني فوطه يعني اللي هو كل ما ادخل الحمام اتوضى اغسل وشي ايديا، هي فوطه ايد ووش فظيعه، حلوه جدا، احساس كده فظيع بالنعومه، وبتجفف، اللي هو تجفيف بالطبطبه يا جماعه. زي الافلام بتاعت زمان، اللي هو تمسكي الفوطه على وشك كده، هو ده. هي الفوط دي بقى في حاجات في السوق بتحسي انها نفس الملمس ده بس مش بتمتص، تمسحي بيها تحسي ان المية زي ما هي ما بتمسحش. لا، دي مجرد ما بتطبطبي اصلا كده تبصي تلاقي ايديكي رطبة كده بس نشفت، يعني حاجة كده دلع يعني، بس ممتازة صراحة. تمام. في حاجة برضو عندنا كمان كانت موجودة، اللي هي المجموعة دي كان اسمها، كانت برضو تبع الاكوا ماجيك. تمام. هي مش نفس النسيج ده خالص، دي حاجة تانية. بصوا الفرق في النسيج، دي بفرو عادي بس خفيف شوية عن الفوط العادية بتاعتنا، انما الوافل الجديدة دي حاجة تانية مختلفة تمام. تمام. دي طبعا ما بقتش تنزل، حاجات الاكوا ماجيك دي خلاص. ده الجديد بقى. تمام. يا رب اكون افدتكم واديتكم فكره عامه كده عن الفوط الجديده، وان شاء الله يعني هي بجد تنفع في جهاز عروسه او هديه، حاجه قيمه جدا، بتيجي في علب محترمه قوي، شكلها شيك جدا، فاللي هو بجد تنفع كهديه قيمه تقدري تقدميها لعروسه او لو حد عنده بيبي ينفع تاخديله دي زي كوفرتا او كده، هتبقى حاجه جامده جدا صراحه. يا رب اكون افدتكم وقدمت لكم اللي عايزين تعرفوه عن الفوط دي. شكرا.